السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في 21 فبراير سنة 1977 قسم مكافحة الحرائق بيجيله اتصال عن وجود حريق في الطابق ال15 في عمارة موجودة في منطقة لينكولن بارك في مدينة شيكاغو الأمريكية. وبعد ما اقتحم رجال الإطفاء الشقة وقدروا إنهم يطفوا الحريق، اكتشفوا إن في جثة محترقة لواحدة ست بدون ملابس ومطعونة عدة طعنات في الصدر وملفوفة في الستاير. رجال الإطفاء بسرعة استدعوا الشرطة، ووصل المحقق جوزيف استاشولا اللي بدأ يحقق في الجريمة، وقدر يعرف إن الجثة صاحبتها اسمها تريسيتا باسا. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. سنة 1929 اتولدت تريسيتا باسا في الفلبين، وعاشت حياة متميزة باعتبار إنها الابنة الوحيدة لمحامي ناجح وزوجته. وبعد ما كملت تعليمها في الجامعة، انطلقت في رحلة للولايات المتحدة الأمريكية علشان تحقق حلمها في الموسيقى. وفعلا بتسافر تريسيتا للولايات المتحدة، وبتستقر هناك في شيكاغو، واشتغلت معالجة للجهاز التنفسي في مستشفى إيدج ووتر في شيكاغو. تريسيتا كان معروف عنها سلوكها المتحفظ وتفانيها تجاه المرضى، وده خلاها في وقت بسيط من أهم الأعضاء في طاقم المستشفى. وبالإضافة لحياتها المهنية، تريسيتا كانت بتدي دروس في العزف على البيانو. يعني من روتين حياتها كده هنقدر نعرف إنها مش ممكن تكون هدف محتمل لأي جريمة. لكن اللي حصل في يوم 21 فبراير سنة 1977 إن تريسيتا على الساعة 7:30 مساء كانت بتكلم زميلتها في المستشفى في مكالمة استمرت حوالي 20 دقيقة. وفي آخر المكالمة قالت لها إنها منتظرة شخص جاي يزورها في البيت، بس ما ذكرتش أي تفاصيل تانية. وبعد كده وعلى الساعة 48 دقيقة مساء، الجيران بتشم ريحة دخان خارجة من شقة تريسيتا، وعلى طول بيبلغوا السلطات، وبيجي رجال الإطفاء وبيكتشفوا جثة تريسيتا، ومعاها بتبدأ التحقيقات. المحقق جوزيف خلال معاينة مسرح الجريمة لفت انتباهه عدم وجود أي آثار لاقتحام باب الشقة، وده معناه إن الضحية كانت عارفة القاتل كويس، أو إن القاتل كان معاه مفتاح لباب الشقة. ده غير ملاحظة أو رسالة بسيطة لقوها موجودة في مذكرات تريسيتا، وبتقول أحصل على تذاكر لAS. وطبعا ما قدرش حد يعرف إيه المقصود بالحروف دي وكانت موجهة لمين. بعد كده تم استجواب كل زملائها في الشغل وجيرانها في السكن، لكن كلهم أكدوا إنها كانت طيبة ومتعاونة، ومش ممكن يكون ليها عداوة مع أي حد. وتعدي أيام وشهور وما قدرتش الشرطة إنها توصل لأي معلومة حتى لو صغيرة توصلها للقاتل، وبدأ الكل يحس إن خلاص القضية هتتأيد ضد مجهول. لكن الظاهر كده إن روح تريسيتا كان ليها رأي تاني. بعد 6 شهور من الجريمة وصلت معلومات من دكتور جراح اسمه خوسيه شوا، وبيقول في المعلومات دي إن زوجته ريمي الممرضة وزميلة تريسيتا في المستشفى إنها من فترة بدأ يجيلها كوابيس مزعجة ومرعبة، وبتشوف فيها تريسيتا واقف وراها راجل ملامحه مألوفة بالنسبة لها بس مش واضحة قوي. ومع مرور الوقت الكوابيس دي بدأت تزيد، وبدأت ريمي تشوف اللحظات الأخيرة من حياة تريسيتا وإزاي اتقتلت، وإنه في البداية حاول يطمنها بإن ده شعور طبيعي نتيجة فقدان زميلتها في الشغل، وكتب لها أدوية مهدئة ومنوم. لكن الأمور بدأت تزداد سوء، ولاحظ إن زوجته صوتها بدأ يتغير لصوت تريسيتا بالظبط، وبقت تتعرض لحالات من الإغماء المتكرر، وفي أكتر من مرة كانت بتردد بصوت تريسيتا عبارة أنا تريسيتا وقتلني ألان شويري. ولما وصلت الأمور للحد ده لقى إنه لازم يبلغ الشرطة. في الوقت ده المحقق جوزيف كان قاعد في مكتبه، وفجأة بيجيله اتصال من مركز الشرطة وبيقولوا له لازم تيجي حالا، لأن في شاهد ظهر وبيكشف تفاصيل قتل تريسيتا. المحقق جوزيف وصل على طول لمركز الشرطة، وهناك قابل ريم وزوجها، وحكت له كل حاجة، وإن اللي قتل تريسيتا يبقى ألان شويري، وده يبقى عامل النظافة في المستشفى، وإنه سرق منها عقد وحلق ذهب، وإن المجوهرات دي كانت هدية ليها من والدها، وإن القاتل بعد ما قتل تريسيتا وسرق المجوهرات اداها لحبيبته، وادتهم كمان اسم ورقم تليفون كين باسا ابن عم تريسيتا علشان يتأكدوا من صحة كلامها بخصوص المجوهرات. القصة اللي حكتها ريمي للمحقق جوزيف كانت بالنسبة له قصة غريبة وعجيبة، وما صادفش زيها في حياته أبدا. لكن بالرغم من عدم تصديقه للكلام ده، إلا إن ما كانش قدامه غير إنه يتأكد من المعلومات دي، وخصوصا إن كل التحقيقات اللي كانت قبل كده وصلته لطريق مسدود. وفعلا راح المحقق جوزيف لمنزل ألان شوري وفتش البيت،
ولقى المجوهرات هناك، وعلى طول بيتم القبض على ألان شويري، وبيتم التحقيق مع صديقته واللي قالت إنه اداها المجوهرات دي، وقال لها إن دي هدية متأخرة بمناسبة رأس السنة، وده حصل بعد أيام قليلة من قتل تريسيتا. ألان شويري في مركز الشرطة قال إنه لما راح شقة الضحية لقاها مقتولة، فسرقوا المجوهرات وهرب. لكن بعد الضغط عليه اعترف وقال كل اللي حصل في ليلة الجريمة. تريسيتا طلبت من ألان شويري إنه يجي يصلح لها التلفزيون، وأول ما وصل الشقة لقاها لابسة المجوهرات، فهاجم عليها وخنقها، وبعد كده جاب سكينة من المطبخ وطعنها عدة مرات في الصدر، وبعد كده جردها من ملابسها علشان يغتصبها، لكنه خاف حد يكشفه فغطى جسمها بالستاير وأشعل النار فيها وهرب. بعد الاعترافات دي وبعد ما اتعرف أهل وقرايب تريسيت على المجوهرات، تمت محاكمة ألاني شويري. وفي يوم 21 يناير سنة 1979 وقف ألاني شويري قدام القاضي ولجنة المحلفين واعترف بجريمته، لكنه بعد أيام رجع وغير أقواله وقال إنه كان موجود في البيت في ليلة الجريمة وما غادرش منه، وإن المجوهرات دي تريسيتا هي اللي ادتها له مقابل خدمات عملها لها، وإن اعترافه اللي قبل كده كان تحت التهديد. لكن طبعا هيئة المحلفين ما صدقوش كلامه، لأن مش معقول تريسيتا تديله مجوهرات بالتمن ده. وكمان صديقته نفت إنه كان موجود معاها في البيت في الليلة دي. لكن برضه بالرغم من إن كل الأدلة بتدين ألان شوري، إلا إن المحلفين ترددوا في إصدار الحكم لمدة 5 أيام بسبب غرابة القضية، وخصوصا مسألة الأحلام والكوابيس اللي وقعت القاتل. لكن في النهاية تم الحكم على ألان شوري بالسجن 14 سنة. بس الغريب إن ألان شويري ما قضاش منهم غير 5 سنين بس وخرج لحسن السلوك. أما جثمان تريسيتا فتم نقله من خلال أسرتها للفلبين واتدفنت هناك. قصة تريسيتا ما سلمتش من التشكيك، والمشككين قالوا إن ممكن تكون ريمي كانت عارفة إن ألان شويري رايح في اليوم ده عند تريسيتا، وإنها لحظة ارتباكه بعد الجريمة، وعلشان كده ألفت موضوع الأحلام والكوابيس علشان تبعد عنها المسؤولية، لأنها ما بلغتش عن القاتل بسرعة. ورأي تاني قال إن ظهور الكوابيس والأحلام بعد 6 شهور من الجريمة أمر غريب ومش مفهوم، وخصوصا بعد طرد ريمي من شغلها في المستشفى واللي سبب لها مشاكل نفسية. الحقيقة إن فعلا الجريمة غريبة وكشف القاتل أغرب، لأن إزاي ريمي عرفت بكل التفاصيل اللي حصلت ليلة الجريمة حتى لو كانت عارفة إن ألان شويري هو القاتل. وكمان لو كانت حكاية الكوابيس والأحلام دي من خيالها وعارفة كل التفاصيل دي، تبقى شريكة في الجريمة. وطبعا يهمني إن أعرف رأيكم في التعليقات. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.